بخير هاتنا وحميات كان الفيدري جبان هرما ولسر اساس بانجوازيا قال ما يكو هرم الجزيره دا دجي حمله برخوادانی خورد کردن و پاکش کردن چتای داعشش با هرما دست بکر نهاجی دا آستا هری جور دا برخوادانی الپیش الفدره بس صدا كنت هاتنا الرزقار كرن صدا مزرعه هاتنا الرزقار كرن انا هاجي البيشيا مد قرابتها 3-4 كيلومتر دا شهر وبهفجون لوي ديري دجوارن شبر ويجي امش قال لي خرافيت بيجن يعني قال لي خويا عرب را وش قال لي خويا سوريا تبايرا حتاني چته داعش الحرم مدى هبن اف برخواداني استا هري جور دا ايدي ام برخوادانی خورد بگنه و امی وا گنده کل در دور حرم جزیره یک و سینور مقاطعه جزیره حمیت هوایش داعش پاکش بگنه ام ناسکنن حتی کو گندگیه در دور حرم جزیره چته داعش تیدانه و دش غلاندن و پی ایریشات کن ام ناسکنن حتی کو ام وا گندانه حمیت ریزگار بگن و وان منطقه خو پاکش بگن اجبر وی امش قال لي خرافه سوزه ددن يعني او سیارن فخ خاندی کو ریکرنش بوی کو تقاندنا چکن چاوی گلی ما بشکنن دبی هرمی داجی گلگ عربی تقاندن ریکرن دناوا گندیا دا تقاندن گلگ عربی ریکرن دناوا گندا دا تقاندن تشتق يعني بلان و سياسة و هدف و چاوش کاندنا گلی ما داگر کردن منطقه ما کوچ برکردن کلمه اجبر وی که سر به اساسی يعني قرار پاکش کردن واش هوایی کانتون جزیره و در دور کانتون جزیره هات دایم و امین نسکنن حتی ام کانتون جزیره حمیل در دور و وان چتایا پاکش بگن سر به اساسی هم سوز دن کلی خوا يعني گرگه ایدی هنگی صبر وی هبه برخوادانی اوجی بگه پشتگیریه بده یه پگل همه جیاش بوی کو ام وان کومن چتا پاکش بگن شهر مخوا و ام قال خواش وان ایریش هوانه کوته چکرنش قال خواش وان ایریش راحت بگن إنك جيش حر. نحن عنا تقريبا من مختلف العشائر العربية. الكل راح يتفاجأ بالنسبة للشباب المقاتلين اللي موجودين ضمن لواء التحرير. موجودين من مختلف العشائر، والأيام القادمة إن شاء الله في المستقبل القريب مجرد ما صار تقدم باتجاه تل الأبيض وسلوك والرقة وباقي المناطق ورفع الظلم عن أهلنا بشكل كامل، راح تتبين الحقائق بشكل كامل، وراح تشوفوا كيف راح يسحب البساط من تحت رجلين داعش، لأني ما إلها شيء. نحن ما بنسمح الغرباء إنهم يحكموا بلدنا. نحن من البداية رافعين شعار الدولة المدنية الديمقراطية، ولكن كيف هالتنظيمات هاي سحبت البساط من تحت دعاة المدنية والديمقراطية. التقينا نحن وأخوتنا وحدات حماية الشعب على هالأساس هذا. بالنسبة لنا شاركنا بمعارك التحرير اللي جرت بريف راس العين الغربي اللي هي الراوية والمبروكة والدهمة وتل خنزير. كانت إن الحمد لله مشاركة فعالة، وطبعا بشهادة أخوتنا بوحدات الحماية الأبطال اللي عنا الشريفين اللي فعلا هم الأخيار بالنسبة للجيش السوري الحر اللي بينشدوا العدالة والمساواة للجميع، كانوا موجودين. وإن شاء الله بالمستقبل القريب راح تكون في أخبار منيحة تسر الجميع إن شاء الله وتغيظ داعش ومن والاها. هلأ نحن بنحب نحكي على المستقبل والضمانة بالمستقبل. هلا اهالي المناطق اللي موجوده قدامنا مثل تل الابيض وسلوك والرقه وغيرها، طبعا كلهم اهلنا وبيعرفونا بشكل شخصي ونحن بنعرفهم، ونحن اولادهم وهن اهلنا مثل ما اهلنا هون كمان موجودين. انا ما راح اسقف عن اي شيء بالنسبه للاتصالات، ولكن بحب اقول هاي للضمانه بموجب الاتفاق نحن اللي اتفقناه مع اخوتنا بوحدات حمايه الشعب. اي شخص موجود بالمناطق اللي بتسيطر عليها داعش غير متورط بسفك الدماء بالنسبه لداعش، ان كان معلومات ان كان سرقات هاي ما راح نحكي فيها.
غير متورط بسفك الدماء، فهذا بياخذ صك بياض، وعلى هالاساس نحن مشينا مع اخوتنا بوحدات حمايه الشعب. بياخذ الامان امان كامل ان شاء الله، ونحن الضمان له بالاتفاق مع وحدات حمايه الشعب. بالنسبه لهالموضوع اللي شاغل بال الكل وما يشاع انه يا اخي هذول بدهم يسيطروا على المناطق ويحكموها. نحن من خلال وجودنا هون بمنطقه الجزيره وراس العين بالتحديد، نحن اللي شايفينه واللي عجبنا واستمرينا مع اخوتنا بوحدات حمايه الشعب السياسه تبعتهم اللي اثبتت نجاحها بالمنطقه، واللي هي رسخت الاستقرار بالمنطقه والتعايش السلمي بين كل المكونات، وانه كل قريه وكل منطقه هي اللي عم تحكم نفسها بنفسها، ان كان امنيا وان كان معيشيا، والمساعده بتتلقاها من الموجود حسب الامكانيات الموجوده. نحن لازم الشعب اهالي المنطقه هو اللي يحكم نفسه بنفسه، وهالغرباء اللي اجونا اللي هي رايه التوحيد طبعا الرايه اللي رافعينها رايه حق اريد فيها باطل، وضحكوا على العالم فيها. انا ما بحب اتطرق على مواضيع داعش لاني صفت مواضيعها مكشوفه من قبل الجميع. فنحن اللي بنقوله ان شاء الله نحن ماشيين بخط. بالنسبه لنا ما صار تهجير، صار التهجير من قبل داعش. وحتى نحن بالنسبه لنا بس تكون المنطقه امنه وخاليه من الالغام والمفخخات اللي موجوده على الاراضي، نحن اللي رح نعلن ونقول لهم يا جماعه ارجعوا على بيوتكم. الله يعطيكم العافيه. حسن، والف شكر للجميع.